السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة مولتي شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوة ديال لاكريم بسيطة 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 لأقصى درجة، مكونات بسيطة جدا، وحتى يعني ما غتخسروش عليها بزاف الفلوس، اقتصادية بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة غادي نحتاجو هنايا 4 ديال البيضات، غادي نضيف ليهم كاس ديال سنيدة. هذه الجينواز ما كيكون فيها لا زيت لا والو، انتم غتشوفوا المقادير. غادي نضيف ساشي ديال الفاني. بالمناسبه راه شحال مره حضرتها معكم، يعني ماشي اول مره، راه كاينه في القناه شحال من مره حطيتها. صافي هنايا غادي نخدم هادشي بالباطور مزيان حتى كيطلع هذاك البيض. ضروري ضروري البيض ما يكونش في الثلاجه، الا كان في الثلاجه ما غيطلعش لكم هذا الجينواز. خاص البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني من الاحسن تخليوه يبات في المطبخ، اولا كاع الا كان عندكم في الثلاجه ما لقيتو ما ديروا، غادي تخويو عليه الماء دافي وتخليوه حتى كيدفى باش كتجيكم الجينواز ديالكم ناجحه. صافي غادي نستمر نبقى كنطرب هذا البيض هذا مزيان. اللي كدير الكيك وكيطلع ليها يعني عادي ديرها وتقسمها ماشي مشكل، الا كانت الجينواز راه احسن كتجي خفيفه وكتجي رطبه. صافي هنايا مباشره غنبدا كنضيف الدقيق، غندير الباطور على واحد، على رقم واحد، وانا كنطرب غنبدا كنضيف الدقيق يعني بمعلقه بمعلقه. عندي في المجموع 2 كؤوس، وما غاديش تكملوهم، غادي ديروا بحال كاس الثاني ما عامرش. غادي نضيف ساشي ديال الخميره ديال الحلويات بالوزن ديال 8 غرام، وانا كنطرب كنضيف شويه بشويه الدقيق يعني معلقه بمعلقه، وانا كنطرب. نتوما غتشوفوا القوام ديال الكيك كيفاش غادي يجي. معلقه بمعلقه، وانتوما كتطربوا بالطراب على واحد، ما تجهدوش الباطور غير على واحد. صافي هنايا غادي نجيب صفيحه ديال الفور اللي فرشت ليها الورق ديال الزبده، وغادي نفرغ فيها هذا الخليط هذا ديال الجينواز. هانتوما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش داير. غادي نحاول نقادو كاملو في اللاطه يعني باش يجيني متساوي، ما تجيش جهه طالعه وجهه نازله. صافي وغادي نكون مشعله الفرن 180 درجه من الاعلى ومن الاسفل. كطيب نخرجوها نخليوها كتبرد تماما. هنا مباشره غندوزو باش نوجدوا الكريمه. عندي هنايا نصف لتر ديال الكريمه، نصف لتر ديال الكريمه سائله، خديتها ب 12 درهم ديال العبار، يعني للامانه خديتها ديال العبار. ضفت ليها هنايا سكر كلاصي، الجهد اللي غادي يحل لي هذيك لاكريم حيت كتكون مسوسه. ومباشره غادي نطرب. باش قلت لكم ان هاد الكريمه كتكون اقتصاديه، راه اقتصاديه الصراحه. هنايا غنضيف ليها ياغورت، هنايا درت انا بيرلي. تقدروا تنكوها باي حاجه بغيتو تضيفوا دانيت كراميل، فلون ديال الكراميل، اي حاجه بغيتو تقدروا تنكهوا بها. تقدروا تزيدوا مع هذا الياغورت اللي زدت انا، تقدروا تزيدوا معاه نيدو، صراحه كيجي زوين. صافي غادي نستمر حتى كتطلع لي هذيك الكريمه مزيان، وندوز باش غادي نمونطي الكيك. هنايا الجينواز بعد ما طابت راه شفتوا كتجي رطبه، انا قسمتها على 2، وغادي نسقيها مزيان بالسيرو اللي بطبيعه الحال ديما كنوجدو معاكم، كيكون فيه كاس ديال الماء، كاس ما عمرش ديال سنيده، وطريفات ديال الحامض. كنخليهم فوق النار حتى كيغليو مزيان، وكنطفي عليهم كنخليهم كيبردوا. صافي هنايا غادي نبدا كنمونطي هذا الكيك. غادي ندير الطبقه الاولى ديال لاكريم، غادي نليسي مزيان، نحاول باش نعمر الجناب ما تجينيش جهه طالعه وجهه نازله. صراحه هذا الكيك يعني كيصلح للمبتدئات اللي عمرها ما وجدات الكيك ديال لاكريم. هذه هي المناسبه، وجديه علاش لا، راه ساهل 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 بزاف واقتصادي، يعني ما فيه شي حاجه اللي ما درت لكم، شي حاجه اللي ما كايناش، كلشي كاين. صافي هنايا غندير طريفات ديال البنان. هذيك لاكريم الا بغيتو تقلبوا عليها راه كتواجد عند اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات، راها متوفره بزاف. يعني تسوليه عطيني لاكريم ديال العبار، راه غايقول لك شحال بغيتي، واش ايطرو واش نص ايطرو. المهم هذا الكيك اللي درت انا هذا القياس نص ايطرو وشاط ليا منه. الا بغيتو ديروها كبيره غادي تحتاجوا ايطرو، يعني الا بغيتو ديروا جينواز بحال هذه كبيره وفوق منها جينواز كبيره راه غادي تحتاجوا ايطرو. يعني ايطرو داير شي 480 ريال، يعني 25 درهم ما كاملاش. الا بغيتو ديروا هذا القياس راه نص ايطرو ب 12 درهم راه كافيكم. صافي غادي ندير الطبقه الثانيه ديال الجينواز، غادي نسقيها حتى هي مزيان بهذاك السيرو، وغادي نليسيها مزيان بلا كريم.
من الجناب ومن الفوق وكل شيء، وتجيني متساويه، ما تجينيش جهه طالعه وجهه نازله. تقدروا تشدوا كرتونه ديال الحليب تقطعوها تاخذوا منها طرف هكا مربع وتليسيو به، راه كيخدم مزيان الا ما عندكمش هاد الاداه هذه. صافي هنايا بعد ما قديتها مزيان غادي نجيب الشكلاط كحل اللي ذوبته درتو فواحد البلاستيكه. التزيين بطبيعه الحال كيبقى اختياري، انا هنايا فضلت ندير لها بحال الشكل ديال الملفي. غادي ندير خطوط هكا بالشكلاط اسود. انا مادام عندي لا كريم بيض يعني ما كاينلاش ندوب الشكلاط بيض ونديرو عاد ندير فوق منه الشكلاط اسود، فقط اكتفيت بلا كريم. وغادي نجيب غير الشكلاط اسود، غادي نديرو من الفوق هكا خطوطه، وغنجيب واحد الكيردون وغندير هذوك الخطوطه اللي تيكونوا بحال ديال ميلفي. نتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش. غنجيب خطوطه هكا يعني يكونوا مبعدين شويه في هاد الجهه هادي، ومنين نساليهم كاملين غنجي بين كل خط وخط درتو غنطلع بالعكس على هاد الشكل هذا، باش كتجينا هذيك الزواقه بحال ديال الملفي. وبطبيعه الحال راه التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا الناباج مع اي نكهه ديروه الفوق، تقدروا اي حاجه. انا عجبني هكا درتو يعني بسيط بزاف. صافي وغادي نجيب غنجيب كاوكاو ايفيلي، يعني ما درت لا لوز لا والو، غير كاوكاو ايفيلي، راه 5 دراهم راه قداتني وشاط ليا منها لهاد الكيك هذا. حمرتها شويه وغادي نديرها في هاد الجناب هادو. يعني الا جيت نحسب لكم راه يعني اقتصاديه بزاف بزاف. صافي غادي ندور ليها الجناب ديالها كاملين بهذا الكاوكاو هذا. كيف قلت لكم راه 5 دراهم راه كفاتني وشاط ليا منها. اللي بغات تفرح وليداتها ولا عندها حفله في المدرسه ولا ماشي بالمناسبه انه يكون راس السنه ولا هذا، يعني الكيكه كنديروها دائما ماشي بالمناسبات. صافي وهنايا غادي ناخذ هذيك لا كريم اللي بقات ليا غنديرها في واحد لابوش، وغنحاول نديروا ريضات اللي كيكونوا صغارين بهذا الشكل هذا. هنايا للتبسيط انا فقط خديت غير بلاستيكه تكون قاصحه ودرت فيها هذاك لابوش ودرت فيها لا كريم وخدمت بها. ماشي بالضروره انه يكون عندكم لابوش ديال الكيكه او شي حاجه، راه يعني سهله بسيطه بزاف. اي وحده مبتدئه ما عندهاش الماتيريال يعني تقدر دير كيكه ما تبقاش بلاش. صافي غادي نستمر حتى ندور عليها كامله بهذا الشكل هذا. نتوما يتبعوا المراحل يعني كما درت انا في الاول، درت هذوك الخطوطه بالشوكولاط اسود هما الاولين، عاد درت جناب بالكاوكاو، عاد درت هاد الوريدات هادو باش كيفينوا ليا الكيك ديالي ما كيبقاش عندي يعني روينه فيه كما كنقولوا. صافي هنايا بعد ما ساليت كنكون زينت الكيك ديالي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبار، وراه بسيط 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 بزاف وكيجي لذيذ بزاف صدقوني. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده بحول الله.